حسم برشلونة قمة الجولة لصالحه وانفرد في صدارة الليغا بعد تغلبه على مصارعي مدريد بهدف متسخ بأقدام ديمبوز. حمدون كعادته منذ كأس العالم وهو يسهر على الفاضية، لا هو يأوي إلى الفراش باكرا ولا هو ينام سعيد، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وفي لقطة دسمة بالأخلاق قام سافيتش بمساعدة جماهير برشلونة وعمل جاهدا على التخلص من فيران توريس كي لا يجلد البرشلونيين مرة أخرى. وقد صرح سافيتش بعد نهاية المقابلة: قدوتي في كرة القدم هو جون سينا. وقد يحتج فيران توريس وسافيتش على البطاقة الحمراء التي منحها الحكم لهما، وذلك بسبب عدم استخدام السكاكين في هذا العراك مما جعله عراكا نظيفا. غريزمان يشبه ذلك العصفور الذي كنت تشتريه من سوق الجموع ويموت لك بعد يوم واحد. وهذه صورة للحمادن الذين انتظروا خسارة برشلونة ولكنهم ناموا باكرا. وهذه صورة أخرى حصرية للاعبي ريال مدريد في نهاية الموسم بعد تتويجهم بالليغا. وفي مباراة سهلة للغواصات الصفراء فاز فياريال على ملعبه وأمام جماهيره بهدفين مقابل هدف وحيد أمام وضيع الحاسمة. لاعبي الريال كانوا متأثرين بقرار اعتزال زميلهم وأسطورتهم الحكم ماتيو لاهوس، مما جعل لاعبي الميرينج لا يدخلون أجواء المباراة ولا 90 دقيقة. وفي قانون جديد في كرة القدم عندما يكون الريال يعاني خلال المباراة فيجب منح الريال ركلة جزاء بدون سبب. إذا كان لديك صديق مدريدي وحصل عنده فجأة هبوط حاد بالضغط أو السكر، خليه يشوف الصورتين وإن شاء الله يرجع للمعدل الطبيعي. وفي العاصمة مدريد كالعادة استطاع العريق ريال بيتيس تحقيق 3 نقاط ثمينة أمام كبير العاصمة ريو فايكانو بهدفين مقابل هدف وحيد. فوز عزز به المارد الأخضر صدارته للمركز الرابع. ريال بيتيس كالفيل فوق الشجرة، لا أحد يعلم كيف صعد، ولكن الكل متأكد أنه لن يسقط. وفي كأس الرابطة الإنجليزية وفي الوقت الذي انتظر فيه العالم ردة فعل تشيلسي، لكن في الظاهر أن رفقاء المغربي حكيم زياش لم يستطيعوا مقاومة الاغتصاب فاستمتعوا به. وشهد اللقاء تألق الجزائري ذو الأصول المغربية رياض محرز في اللقاء بتسجيله لثنائية ومساهمة وفقهما إبداع يذكرنا بأيام زياش في المونديال الماضية. وبعد 20 سنة سينتشر مشجعي السيتي بشكل رهيب ويقولون هكذا كانت دكتنا يوما ما. وأفادت تقارير إعلامية إنجليزية أن ناصر الخليفي المدير التنفيذي لقنواتنا أبدى رغبته في اقتناء نادي توتنهام الإنجليزية لينضم إلى السعودية والإمارات لتشتعل المنافسة على دوري آبار أوروبا الموسم القادم. جدا من الصعب جدا أن تتوقع ما الذي سيفعله الأسطورة شوشع بالكرة، لأنه هو بنفسه لا يدري ماذا سيفعل بها، هو بنفسه لا يدرك. هاي كرة من ناحية شوشع يضرب بالرأس ولكن يسقط البعبع أرضا، ضربة قاضية يعني في منتصف الكبد حطها له شوشع. نعم يضرب حارس الخصم ويسقط أرضا، نعم في الكلية اليمنى، في الكلية اليمنى للبعبع حطها له بالرأس. انظر للروح الرياضية، يحاول خلع كتفه. عزيزي المتابع، من داخل هذا المقهى يوجد أساطير التوقعات في كل العالم العربي، والدليل هو أنهم تحصلوا على جائزة ملوك التوقعات للمرة الرابعة على التوالي بكل مراكزها، سواء المركز الأول والثاني والثالث. من داخل هذا المقهى يعني خرج الفائزون، من داخل هذا المقهى يوجد أساطير التوقعات، من داخل هذا المقهى يوجد يعني أفضل المحللين في التاريخ، ولا عزاء لريكاردو كاكا وأرسل فينجر وغيرهم. عزيزي المتابع، أنت أيضا حمل تطبيق فانز وتوقع نتائج المباريات واكسب نقاطا. المسابقة انطلقت اليوم وستنتهي يوم السبت القادم. صاحب المركز الأول سيحقق $400، صاحب المركز الثاني سيحقق $300، أما صاحب المركز الثالث فسيحقق $150، أما أصحاب المركز الأخرى سيحققون ما حققه برشلونة الموسم الماضي. حمل تطبيق فانز وتوقع معنا نتائج المباريات.